بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا وسهلا بكم في قناة الكرة الزمالك. فيديو النهاردة عن مجموعة من أخبار نادي الزمالك. معاكم سامي حسن، ونبدأ على طول بأول أخبار نادي الزمالك. البولندي ميشالاك ينتظم في تدريبات الزمالك. شارك البولندي كونراد ميشلاك لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في التدريبات الجماعية للأبيض التي أقيمت مساء اليوم الثلاثاء على ملعب النادي. جاء ذلك عقب إعلان انضمامه خلال الأيام الماضية قادما من نادي أحد السعودي لمدة موسم على سبيل الإعارة لتدعيم صفوف الفريق في الموسم الجديد. وشارك ميشلاك في فقرات المران مساء اليوم سواء التأهيلية والبدنية بجانب الفقرة الخططية مع زملائه بالفريق. واستأنف الزمالك تدريباته مساء اليوم الثلاثاء بعد انتهاء الراحة السلبية التي حصل عليها اللاعبون أمس الاثنين، استعدادا لمواجهة الشرطة الكيني المقرر لها باستاد القاهرة الدولي في 8 مساء يوم الجمعة المقبل في إياب دور 32 لبطولة كأس الكونفدرالية. جدير بالذكر أن لقاء الذهاب الذي أقيم يوم السبت الماضي على ملعب الوطني بالعاصمة الكينية نيروبي كان قد انتهى بنتيجة فوز الزمالك بهدف دون رد سجله عبد الله السعيد. بصوا بقى يا جماعة، الواحد إن شاء الله متفائل بصفقة اللاعب البولندي ده. ليه؟ أقول لكم ليه. لأن طريقة لعب اللاعب دوت مش موجودة في لعيبة الزمالك الموجودين حاليا في الفريق. إزاي؟ اللعيبة اللي عندهم سرعات في الزمالك في فريق الزمالك هو مثلا أحمد مصطفى زيزو، ده يعتبر أكتر لعيب عنده سرعات في فريق الزمالك. زيزو بتتلعب له الكورة مثلا ورا المدافعين، بتتلعب لسيف الدين الجزيري برضك خلف المدافعين، هو بيجري بيقطع. لا، ده عنده ميزة تانية خالص مختلفة عن اللي احنا بنتكلم فيه ده. ده بياخد الكورة ممكن ياخدها ويجري بيها لوحده مسافة بسرعة عالية جدا. دي طبعا مش موجودة في لعيبة الزمالك، لأن اللاعب لما بيجي يجري بالكرة لوحده بتبقى سرعته أبطأ. لا، اللاعب ده عنده سرعة جامدة في إن هو يتحرك بالكرة ويبقى مستحوذ عليها. فدي حاجة تبقى مميزة جدا لفريق الزمالك، لأن النوعية دي مش موجودة في الفريق يعني دلوقتي. السوبر الإفريقي يشهد أول ظهور لصفقات الزمالك الجديدة. يشهد السوبر الإفريقي بين الأهلي والزمالك المقرر له 27 سبتمبر الجاري أول ظهور لصفقات القلعة البيضاء الجديدة التي تعاقد مع النادي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية من أجل تدعيم صفوف الفريق. تعاقد الزمالك مع 5 لاعبين في الميركاتو الصيفي، وهم الفلسطيني عمر فرج، المغربي محمود بن تايج، البولندي كونراد ميشلاك، السنغالي سيداي نداي، ومحمد حمدي، من أجل تقديم الإضافة للفريق الأبيض في الموسم الجديد. ومن المقرر أن يعتمد جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على الصفقات الجديدة في السوبر الأفريقي أمام الأهلي لتقوية صفوف الفريق. لتشهد المباراة أول ظهور للاعبين الجدد. في سياق متصل، استقرت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم كاف على تعيين الحكم الليبي معتز الشلماني لإدارة مباراة كأس السوبر الأفريقي بين الأهلي والزمالك يوم 27 سبتمبر الجاري بالسعودية. يضم الطاقم كل من الليبي معتز إبراهيم الشلماني حكما للساحة، ويعاونه كل من عطية محمد مساعد أول، والتونسي خليل حساني مساعد تاني، والصومالي عمر عبد القادر أرتان حكما رابعا، والجنوب أفريقي توم أبونجيل حكما للفيديو، والمغربي زكريا برنيسي حكما فيديو مساعد. من ناحية أخرى، تواصل البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مع أحمد فتوح لاعب الفريق، وطلبه بالانتظام في التدريبات الجماعية اليوم الثلاثاء من أجل تجهيزه نفسيا ومعنويا بسبب الظروف الصعبة التي تعرض لها خلال الفترة الماضية. وكده مصدر أن جوميز رفض فكرة عدم نزول أحمد فتوح للتدريبات بعد التشاور مع الجهاز المعاون، خاصة أن جلوسه في البيت من الممكن أن يؤثر على حالته النفسية والمعنوية. لذا استقر المدرب على عودة اللاعب للمران من أجل الدخول سريعا في أجواء الفريق. بصوا بقى يا جماعة، بالنسبة للصفقات بتاعة الزمالك اللي أبرمها السنة دي، هم 5 صفقات لحد دلوقتي، واللي هم دول اللي هيلعبوا السوبر الأفريقي. لأن أي لاعب هيتعاقد مع الزمالك دلوقتي مش هينفعش يلعب في السوبر الأفريقي خلاص. فبالنسبة للعبة ديت، طبعا هم بالنسبة للبولندي صفقة مميزة ويفيد الفريق. بالنسبة لراس الحربة برضك صفقة مميزة اللي هو اللاعب الفلسطيني عمر فرج. بالنسبة لمحمد حمدي باك شمال ماشي شغال. يعني ممكن انت تلاقي مثلا في التشكيل الأساسي، أنا من وجهة نظر أنا الشخصية ممكن ما يقلش عن 3 لعيبة من ال5 اللي الزمالك تعاقد معاهم دول، والثلاثة لازم يكونوا أساسيين، لأن أنت هتحط 3 في مراكز أنت ما عندكش فيها لعيبة أساسي.
بس فان شاء الله الزمالك يعتمد برضك بجانب اللاعب الاساسيين عنده، يعتمد على الصفقات ديت. اذا كان لاعب باثنين لاعب بثلاثه، هو مبدئيا من اثنين لثلاث لعيبه مفروض في التشكيل الاساسي. ده حاجه. الحاجه التانيه بالنسبه لفتوح، انا مع جوزيه جوميز ان هو ينزل التدريبات. ليه؟ اصل اللاعب طالع من حاله نفسيه سيئه. احنا زي ما بالبلدي كده هنقعده في البيت في اوضه ويقفل على نفسه. طب ما هو هيتنه في الحاله النفسيه بتاعته. لازم ان هو الفتره ما بين القضيه والحكم النهائي فيها الشهر الجاي في اكتوبر، ودلوقتي مسافه طويله، هو لازم يبتدي يخرج من الجو النفسي الوحش اللي هو فيه، يبتدي يشترك مع زمايله، يتحرك، يلعب، يتمرن. الحاجات دي اساسيه علشان برضك ايه، تطلعه من الجو النفسي الوحش اللي هو ايه فيه، لحد ما ربنا بقى هو سبحانه وتعالى هو يعلم الغيب، وهيعرف ايه اللي في القضيه بتاعته بقى، اذا كان كده او كده يعني. مده الاعاره تهدد انتقال كالوشا للزمالك. ما زالت المفاوضات مستمرة بين مسؤول نادي الزمالك ونظيرهم بنادي إنبي لضم أحمد كالوشا لتدعيم خط الدفاع الأبيض خلال الفترة المقبلة. وكشف مصدر مسؤول في نادي إنبي أن الأزمة لم تعد في المقابل المادي للصفقة، بل في مدة الإعارة التي سيخرج فيها اللاعب للزمالك. وكان المصدر في تصريحات خاصة اليوم السابع أن إنبي عرض على الزمالك ضم اللاعب على سبيل الإعارة لمدة نصف موسم، حتى انتقالات يناير فقط، في ظل تمسك إنبي باللاعب والحاجة إلى إمكاناته خلال الفترة المقبلة. هم رفضوا الزمالك خاصة وأن مسؤول الأبيض يرغبون في ضم كالوجا على سبيل الإعارة لمدة عام مع بند أحقية الشراء. وأصبحت الصفقة مهددة بالفشل حال تمسك إنبي بمدة الإعارة مقابل رفض الزمالك لذلك. بصوا بقى يا جماعة، أنا بالنسبة لإدارة نادي إنبي، أنا مش عارف بصراحة، أنا حاسس في حاجة مش مظبوطة. في لما بيجوا يعملوا عقود للعيبة، يطلعوها لأندية تانية وبالذات الزمالك. لما بيجي يطلع لك لاعب على سبيل الاعاره وحاجات كده، بيقعدوا يعملوا حاجات كده مش عارف هما بيبقوا جايبينها منين اساسا. يعني يقول لك مش عارف لاعب اول سنه مش عارف ايه ياخد يدفع كام، تاني سنه كام، مش عارف ده في العقد بتاع زياد كمال. شويه خزعبلات كده، الواحد مش عارف ماشي هو يعني. انا شفت العقد بتاعهم وشويه بيانات كده في عقد زياد كمال اللي هو الديفندر بتاع الزمالك كان واخده من الانبي. قلت مش اشكال، ماشي هو فكر كده معين هما بيعملوه، بس جيت بقى في عقد كالوشا يعني. يعني حاجة غريبة أوي. أنا بقرا يعني قريت الكلام كده استعجبت بصراحة. ليه؟ هو في حاجة اسمها عرض لمدة 6 أشهر. هو طبعا مش 6 أشهر، يعني على ما الدوري يبدأ هيبقى شهرين ولا شهرين ونص ولا حاجة زي كده يعني. على ما الدوري يبدأ هتبص تلاقي انتقالات يناير، هتبص تلاقي يعني اللعبة هياخد معاك شهرين ولا شهرين ونص. بصراحة ده تهريج يعني. مين اللي هيقبل بالكلام ده يعني؟ ده حاجة. الحاجة التانية يعني، أنا مش شايف كالوشا يعني اللاعب اللي هو فايف ستار بصراحة يعني. إذا كانوا هم شايفينه لاعب فايف ستار ماشي، إنما أنا وجهة نظري إن أحمد رمضان بيكهام يعني ده اللي نمسك فيه بصراحة يعني، حتى لو هنزود في الفلوس. إنما أنا مش شايف كالوشا لاعب يعني الواو اللي هو فايف ستار بصراحة. فبصراحة الزمالك أنا لو منهم يعني ينسحبوا من الصفقة بعد الكلام اللي هو مش نافع ده يعني، من الآخر كده. عمر فرج يظهر في مران الزمالك لأول مرة. انتظم الفلسطيني عمر فرج مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في التدريبات الجماعية التي أقيمت مساء اليوم الثلاثاء على ملعب النادي. وتعد هذه المشاركة الأولى للفلسطيني عمر فرج بعد إعلان النادي عن انضمامه خلال الأيام الماضية من فريق أيك السويدي لمدة 4 مواسم لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في الموسم المقبل. وخاض عمر فرج التدريبات التأهيلية والبدنية بجانب الفقرة الخططية برفقة زملائه بالفريق خلال مران اليوم. واستهدف الزمالك تدريباته مساء اليوم الثلاثاء بعد انتهاء الراحة السلبية التي حصل عليها اللاعبون أمس الاثنين، استعدادا لمواجهة الشرطة الكيني المقرر لها في استاد القاهرة الدولي في تمام الساعة 8 مساء يوم الجمعة المقبل في إياب دور ال 32 لبطولة كأس الكونفدرالية. جدير بالذكر أن لقاء الذهاب الذي أقيم يوم السبت الماضي على ملعب الوطني بالعاصمة الكينية نيروبي كان قد انتهى بفوز الزمالك بهدف دون رد سجله عبد الله السعيد. بالنسبه للاعب عمر فرج يا جماعه، مش مسألة تدريبات ولا حاجه، هو بس يخش في التدريبات. اللاعب اصلا كان بيلعب مع منتخب فلسطين وجاهز فنيا وبدنيا، يعني هو اصلا بيتمرن من فتره يعني جاهز اصلا. فكده كده يعني اللاعب بس يخش في الاجواء مش اكتر، يخش في التقسيمه. هو من الناحيه البدنيه والفنيه لائق ده دلوقتي. فخلاص احنا مش عايزين نضيع وقت، احنا عايزين بس ندمجه في الفريق بس مش اكتر. وبالخبر ده بتكون نهاية الفيديو بتاعنا. شكرا لكم لحسن المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.